السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا الكرام. أخباركم؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي وفي كل الصحة والعافية. اليوم جيت نهضر في الموضوع ديال زهير. الحمد لله والشكر لله أنه تحرك وتحركت فيه الرجولة ديالو. المهم برافو عليك سي زهير، راك في الطريق الصحيح. من حقك أنك تخرج وتهضر على الطليقه ديالك، على داك الشيء اللي دارت لهذاك الرضيع، لانه مسكين يلا عنده شهرين. باش الرضيع تكون عنده شهرين والام ديالو تهملو وتخليه عند زوجة الاب وتسافر وقالت لك بغيت نعيش الحياه، هذا الشيء ما عندناش في الدين ديالنا ولا في الاصول ديالنا ولا في التمغربيت ديالنا. المهم كنتمنى من زهير يشوف الجمعيات اللي تحركوا ويشوفوا لهذاك الرضيع ما يبقاش عند هذيك ام غير صالحه، وماشي ديال انها تربي رضيع. هذيك باغا غير تخرج وباغا تدور وباغا تعيش الحياه وباغا تمشي للكافيات وباغا تسافر من هنا ومن هنا. المهم نتمناو من زهير يدير شي تدخل باش يشد الوليد ديالو يجيبو عنده ويعيش ان شاء الله في امان الله. هذه من جهه. غادي ندوز لك نتيا يا العاقه، بالنسبه لهذاك الطفل كيفاش عطاك خاطرك وعطاك قلبك انك تمشي تسافري وتخلي الوليد ديالك وهو يلا باقي عنده شهرين؟ حاشا واش تكوني مثاليه لذاك الطفل، حاشا ولله. الامهات اللي يكونوا مثاليات ومغربيات احرار ما كيتعاملوش مع الابناء ديالهم بديك الطريقه اللي درتي نتيا. كتبقاي توسخوا لينا الصوره ديال المراه المغربيه الشريفه العفيفه، وبزاف هذا الشيء وعيقتوا وزدتوا فيه. ولكن نتوما ماشي منكم، من المتابع اللي عطيكم قيمه وانتوما ليس لكم قيمه. كيفاش قدرتي تخلي داك الوليد وتمشي تسافري، وكيفاش عطاتك نفسك وكيفاش عطاتك خاطرك؟ انا ما فهمتش، واش عندك شي عقل ولا ما كتكسابيش؟ برافو زهير، راك غادي في الطريق الصحيح، وكون راجل على قبل ولدك انه ما يبانش في السوشيال ميديا، وهذا من حقك. ما يبانش في السوشيال ميديا، هذا من حقك. ومن حقك انك تطالب بان هذه الام مهمله، وفعلا راها ام مهمله، احنا ما كنكذبوش عليها. نتمنى من الجمعيات يتدخلوا في هذا الطفل الرضيع انه ياخذوا الاب ديالو، لانه غادي يعيش مزيان وغادي تعيشوا الام ديال زهير احسن عيشه وغادي تهلا فيه وغادي تربيه. هذه من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للنفقه وديك الروينه اللي كتخرج تبقى تقول وتغني علينا، الله يعطيك السر زهير، الا ما طرق ليها هذا المسمار ديال النفقه ما تخليهاش ديرك محتوى. راه ملي كيموت ليها البوز خاصها دير بوز واحد اخر. طرق لنا هذا الشيء ديال النفقه وعطيها المستحقات اللي كتستحق ديالها والنفقه ديال الطفل ديالها. وانا عارفاك اب مثالي، اكيد ما غاديش تخلي ولدك بلا نفقه، واكيد غتعطيه الحقوق ديالو. هذه من جهه. كفى ما تبقاو تنشروا لينا هذيك التفاهه ديالكم. وهذاك الوليد مسكين من نهار طاح في داك الكرش ديال ديك الام المهمله، وهو مسكين اول مره فاش مشات عند الطبيب وصوراتو حط يديه على وجهه كيقول يا امي امتحاننا انا فين غادي خارج لهذا الدنيا وهاد العائله. المهم واش الدري نهار اللي تولد وجا يلاه عنده اسبوع او اسبوعين، الدري خرج وخارجينه ولا طوبي في الكافيات، وهذا ما كاينش في التقاليد ديالنا. لان حنا المراه مني كتولد اللي كتبقى جالسه في دارها وحاضنه وليدها ومحتفظه عليه 40 يوم، ما خاصوش يشوف الزنقه، ما عدا الا داتو يدير التلقيح ملي تكون عنده 15 يوم. المهم بالنسبه لهذا الوليد مسكين لا حول ليه ولا قوه الا بالله. هذا الولد تولد للتجاره، ماشي تولد انه باغي وليد وخلاص. هذا من النهار الاول كان تخطيط مخطط ان هذا الولد يتاجر به. ونتمنوا من زهير انه يتحرك، وبرافو لك زهير انك نطي هذيك النوضه، كنتي في الطريق الصحيح، برافو ليك. ونزيدك واحد الحاجه زهير، ما عمرك تحلم ان هذيك السيده انها غترجع لك واحد النهار. هذيك السيده ماشي ديال الزواج، ماشي ديال ربات بيت تبرك وتقابل زوجها وتقابل الابن ديالها، لا، هذيك السيده
تخلقات باش تخرج وتدور هنا وهنا، والادسنس والتصاور والفيديوهات. عمرك شي نهار ما تحلم تقول انا غنرجعوا انا وياه؟ مستحيل انها ترجع لك زهير، غير كيف كنقولوا قمط قلبك ورد البال للابن ديالك وتهلا في ولدك. ومن حقك تطالب بالولد ديالك انه عنده ام مهمله، وفعلا انها ام مهمله ما كنكذبوش عليها. داك الوليد من نهار تزاد وهي تصور به وهي تبينه في السوشيال ميديا، والاب ديالو تيقول لك ما خاصوش يبان، من حقه انه ما يبانش ليه حتى الصبع ديالو. حنا عارفين زهير الرجوله وكيأدي الواجب وكيجيب اللي كيدير اللي عليه. حنا عارفين تبارك الله والصلاه على النبي ما شاء الله ما غاديش يبخل. راكي واخا تضلي تخرجي تغني علينا حنا ما غاديش نطيقوك، غنعرفوك انك باغا غير ديري البوز وباغا غير تخدمي بهذا الولد. هذه من جهه. انتيا كنتي كتقولي على الام ديالك كانت كتخرج وتخلينا في الدار وما كديهاش فينا. المهم على الاقل الام ديالك كانت كتخرج كتمشي تخدم مسكينه وتجيب لكم ما تاكلوا لانكم ما عندكمش ما تاكلوا. اما انتيا كتخلي ولدك وكتخرجي اش كتخرجي ديري؟ جايه كتفوجي في كازا ومخلي هذاك الوليد. واختي باز الله يعطينا عوجهك، باز لك باز لك باز لك باز لك باز لك، والله العظيم الا باز لك. ما عمرنيش هادشي شي ام صالحه دير بحال هكذا، تخلي الوليد ديال عند مرت الاب وتخرج هي قالت لك حقا باغا تعيش الحياه. النهار الاول ما تجيبيش داك الولد، ما تجيبيش للدنيا تعذبيه، ما كاين لاش تولدي. منين انت باغا تعيشي الحياه وباغا تخرجي وباغا تدوري وباغا ما عرفتش شنو، ما تجيبيش هذاك الولد. علاش جايباه للدنيا باش تعذبيه وباش تاجري به؟ لا 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 لا، هادشي بزاف. حنا كناجدوا الجمعيات انهم يتدخلوا في داك الرضيع مسكين لانه عنده ام مهمله كتخرج وكتخليه ما كتديهاش فيه، مره عند الجده مره عند مرت الاب مره. المهم داك الوليد غادي خاصو شي حل وتكون عبره للناس الاخرين. هي مؤثره وكتاثر على البنات اللي متابعينها، حتى هما يديروا بحالك، يمشيو يتزوجوا ويطلقوا يولدوا وليدات ويلوحوهم ويخرجوا يعيشوا الحياه ما على بالهمش. المهم هذا الشيء اللي بغيت نقول. وكنعاود نقول لك زهير تبارك الله عليك، وهذيك الخرجه كانت موفقه، خرجه زوينه بزاف، والله يسر لك الامور. ودائما كون بحال هكاك، ونتمنى من الله عز وجل ان ما تجيش شي نهار وتزنزل لك على راسك بجوج كلمات وتنازل. الا تنازلتي راه غير ضحكات عليك. وكنعاود نكرر لك عمرك ما تفكر انها ترجع لك يوم من الايام، لانها امراه ماشي ديال الدار. كنقولها ونعاود نقولها، هذيك السيده ماشي ديال الدار، هذيك السيده غير ديال الدوران وديال الزنديق وديال سير هنا وديال سير هنا وديال سافر هنا وديال اجي هنا. المهم ما تحلمش شي نهار انها غادي تساويه تجمعوا على واحد السقف واحد، لانها ماشي امراه ديال الزواج. ماشي هذيك باغا تعيش غير الادسنس وصافي، عندها غير الادسنس مكتوب لها الادسنس، خاصها دير اي حاجه باش تدخل الادسنس. المهم الموضوع ديالنا هو داك الوليد بقى فينا بزاف كلنا هذاك الرضيع، لانه مسكين الام ديالو هاملاه ومخليه عند كيف قلت عند زوجة الاب، وقالت لك باغا تخرج تعيش الحياه. هذا الشيء ما يمكنش وما كاينش عندنا في الاصول ديالنا في المرأة المغربيه ديالنا نهائيا. المهم زهير حاول داك الوليد تجيبيه عندك، لانه مسكين غادي يتكرفس في ديك العائله بزاف. وراك حتى كتشوف، انا عمرني ما شفت شي امراه عندها ولدها وكتسافر وكتخليه. اول مره كنشوف هذا الشيء عندنا في بلادنا مع هاد الام المهمله هذه. ايوا هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم لحد هنا، وغادي يسالي الفيديو. المهم جمجموا بارطاج ولا تخمموا، هذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم.